دايرين احنا كلجنة أمنية في المحلية شارك معانا لجان الخدمات باعتبارهم هم مسؤولين المواطن في القرية المعينة. بانه والله يا اخي يكون عندهم التنوير الامني ويكون عندهم المتابعه الامنيه معانا على اساس انه تكون الكتله واحده. حسيت بانه فعلا حماس القيادات وحماس المواطنين تجاه خدمه بلده، تجاه التضحيه بنفسه بماله وبزمنه من اجل الوطن ومن اجل المنطقه، حماس ايجابي وحماس عالي. عشان كده احنا قلنا اول حاجه نقوم نحط اللجنه اسمها لجنه طوارئ. لجنه الطوارئ دي بتكون مكونه من اللجنه الامنيه بالوحده، نضيف لهم رؤساء لجان الخدمات، اضافه اليها بعد ذلك في بعض القيادات الموجوده على مستوى وحده الغابه، اضافه لهم برضه بعض الكيانات مثلا الائمه والمساجد برضه ممثلين يجوا، مزارعين مثلا ممثلين يجوا. فديل مع بعض كلنا مع لجنه الامن سميناها لجنه اسمها لجنه الطوارئ. لجنه الطوارئ دي نعمل معانا اجتماعات بعد ذاك نتفاكر. الحاجه الثالثه انه الشيء اللي بتحصل في القريه ذاتها دايرين رؤساء اللجان عبر تصغيفهم وعبر رسائلهم، بقت عبر المساجد، بقت عبر الندوات، بقت عبر المناسبات للمواطنين، بانه يكون عندهم الوعي الامني بحيث انه اي حاجه راوها في المنطقه غريبه، اي دخول رجل غريب، عربيه غريبه، اي حاجه حركه محسبه انه فيها ريبه ولا فيها شكك، طوالي بعد ما يتحروا اذا تاكد انه ده الاحساس الامني بعد نقوله. ده دورنا نحن كجانب شعبي. الجانب الرسمي مع القوات المسلحه فوق بقى في الخطوط، في الخنادق، بقى عندنا في الارتكازات الفوق، بقى في الحاميات العسكريه، هم جاهزين وقايلين بدورهم. من وحده الغابه نحن باذن الله ما دايرين اي مواطن من الخلايا النايمه يكون في وسطنا ونحن ما عارفين. الحاجه الثانيه اللجنه ذات شكلناها احنا الوحده الاداريه برضه وفرنا لها عربيه زي عربيه الطوارئ، زي عربيه الشرطه. عربياتنا نحن الموجوده عندنا هنا بقت قصاد اللجنه بتاع الطوارئ دي. برضه في جهات هنا اللي في الهيئه الشعبيه لدعم القوات المسلحه حنستصحبها معانا برضه في لجنه الطوارئ دي. واي جهه يا جماعه نحن حاسين بها انه والله عندها الرغبه وعندها المقدره وعندها القوه وعندها الاراده بانها والله داير تخدم منطقته وبلده، نحن والله جاهزين نستوعبه تماما. يا جماعه دايرين نحن في غرابنا اي تجمع، اي تجمع، اي اجتماع حتى لو كان للخير بدون تصديق بدون تصريح نمنع التجمعات دي تماما. الحاجه الاخيره يا جماعه برضه نحن مهمتنا نحن برضه كبيانات لجان خدمات في ارتكازات في الزلط فوق. نحن نقول ما مسؤولين منا، مسؤولين منا، لكن المسؤوليه الاوليه في الارتكازات دي من ناس القوات المسلحه ولجنه الامن المحلي ولجنه امن الولايه. باعتبار هذا دي ارتكازات الولايه كلها نحن نهتم بها وندعمها، مع انها هي مدعومه من القوات المسلحه ومن اللجنه، لكن نحن برضه ندعمها بقدر ما اوتينا من قوه ومن مال. نحن قيادات شعبيه ما علينا الا نعمل الخيمه، ما علينا الا كل قريتين ثلاثه اكل الناس زي الشراب والمواد التموينيه. القوه اللي بتجي فيها فردين بالقرار الجاي من لجنه الامن، فردين من ناس الشرطه، فردين من ناس الجهاز، فرد من القوات المسلحه، فرد من الاستخبارات، سته. بعد ذاك ممكن نحن نطعمهم من المستقبلين حتى. اللجنه الامنيه قعدنا حددنا 4 مواقع. الموقع الاول الكوبري بتاع راجع كده، الموقع الثاني مع طريق النازل من الطرق فوق في السوق هنا جنب الموقف او جنب الرميه النازله طالعه. الارتكاز الثاني كوبري السوق بتاع الغابه. الارتكاز الثاني سوق جبرون برضه الرميه النازله دي كده. الارتكاز الرابع هو ارتكاز الشمالي بيكون نهايه الباجه هناك برضه في موقع التقاطع بتاع الباجه. جانب من اجتماع مدير وحدة الغابة الأستاذ الحسن إبراهيم بلجان الخدمات بالوحدة لتنويرهم عن الوضع الأمني الراهن بالمنطقة.